تعالوا النهاردة نعرف ازاي نفرق بين الزبدة الأصلية من المغشوشة، ودرجة التسوية المناسبة اللي تخليها تقعد معاكي بالسنة من غير ما يحصل لها أي حاجة. تعالوا نسمي بسم الله ونبدأ الفيديو. تعرفي ازاي ان الزبدة دي اصلية وهي لسه نية ما سويتهاش؟ تبتدي تاخدي حتة من الزبدة وتسيحيها في ايديكي، هتلاقيها ساحت معاكي بمنتهى السهولة على درجة الحرارة بتاعت ايدك. ولما تنضفي ايديكي منها هتلاقيها نطفت بكل سهولة، مش مدهننة. ده تعرفي ان دي زبدة اصلية مش مخلوطة بدهون. تعالوا بقى نعرف ازاي درجة التسوية الصح للزبدة. ببتدي كده احط الزبدة على نار متوسطة لحد ما تفك معايا، وبعدين بوطي النار تماما واسيبها تستوي على نار هادية خالص علشان ما تتلسعش معايا من تحت، وما يبقاش فيها اي ريحة من الشياط، لان ريحة الشياط بتبوظ لي كل السمنة معايا بعد كده. هسيبها تتسيح وتستوي على نار هادية لحد ما تلاقيها كده بالشكل ده، بيبقى جواها زي اللبن يغلي. ده كل ده لسه ما استوتش، لازم الزبدة معاكي تنشف من كل السوائل اللي فيها وكل اللبن اللي فيها يتبخر تمام ويوصل معاكي لدرجة زي الزيت كده بالظبط. تلاقي الزبدة معاكي ساحت بقت سمنة زي الزيت، لون الزيت الاصفر كده زي ما انت شايفاه، ما فيهاش اي نقطة لبن. هي كده استوت معاكي مظبوط. بعد ما بتبرد خالص بتبقى ده شكلها. يا رب النهارده يكون الفيديو استفدتوا منه. متنسوش لايك وشير ومتابعة للقناة والصفحة. مع السلامة.